جسمك فيه نوعين من الدهون، دهون بنيه ودهون بيضاء. البراون فايبر دي او الدهون البنيه دي المهمه جدا عشان هي دي اللي بتساعد في تخسيس الجسم عندك وصحه جسمك. بس المشكله هنا ان الدهون البنيه دي تقل في اجسامنا بالتدريج، ابتداء 30 وال 35 سنه تبتدي تقل في اجسامنا جدا. الوظيفه الاساسيه للدهون البنيه انها بتحافظ على توازن جسمك ودفء وحراره الجسم بتاعتك. من ضمن وظيفه الدهون البنيه هي انها بتنتج طاقه كويس في جسمك بشكل كويس بالذات في الجو البارد، وبتخليك تخس ووزنك يقل، وبتزود لك في حرق الدهون والسعرات الحراريه، بتساعدك في تقليل مقاومه الانسولين وتقليل السكر من النوع الثاني. وازاي نزود نسب الدهون البنيه دي عشان نقدر نخس ويحصل خساره وزن؟ اول حاجه تاخد حمام بارد او تقعد في مغطس فيه تلج. بس طبعا الطريقه دي مش بتمشي مع كل الناس، لان في ناس ضربات قلبها بتتاثر بالميه الساقعه دي، فتقدر تخلي اطراف جسمك زي الايدين والرجلين هي اللي تتحط في ميه بارده بس، لكن مش الجسم كله. تاني حاجه بقى تمارين المقاومه، دي من الحاجات وتزود الدهون البنيه بشكل كويس جدا. تالت حاجه بقى المكملات الغذائيه زي ال ارجينين والريسفيراتول او الجنسنج الاحمر، ودي من الحاجات اللي بيحسنوا من انتاج الدهون البنيه بشكل كويس. لو عايز تنضم او تنضمي لينا في برامج تخسيس وخساره الوزن او تحسين حالتك الصحيه، اكتب لي في الكومنتات تحت كلمه دهون عشان ابعت لك باقات التخسيس وخساره الوزن وانواعها بخصم 50%.